وقل سبحانك يا رب، سبحانك يا رب الذي خلق فسوى وقدر فهدى. في هذه الصورة صغير الحوت يرضع من أمه وهم يسبحون. كيف يرضع في الماء وهم الاثنين يسبحون؟ الحليب سائل والماء سائل، كيف تتم عملية الرضاعة؟ ما في التصاق بأمه. كيف؟ لأنه الحوت من فصيلة الثدييات، والثدييات ما تتم فيها عملية الرضاعة إلا الصغير يلتصق بأمه، مثل الحيوانات البرية، الثدييات البرية لازم الصغير يلتصق بأمه. طب هذا في الماء ويسبحون الاثنين وترضعه وما في التصاق، وهذا سائل والماء سائل، كيف تتم عملية الرضاعة؟ يغير الله قوانين الحليب. يا ربي سبحانه، يغير الله قوانين الحليب. فكان حليب الحوت غير عن أي حليب من الثدييات، حليب غني بالدهون، 50% من هذا الحليب دهون، وحليب سميك بسماكة معجون الأسنان. وجعل الله فيه مادة ما تذوب مع ملوحة البحر أو تتغير مع الماء، خلاص يخرج الحليب زي ما هو، كل قطرة فيه ما تتغير. تأخذ الأم وضعية مقدرة بجسدها وزاوية مثالية، ويأتي هذا الصغير بتقدير إلهي بجانب أمي وهم يسبحون، وتخرج الحليب فيخرج في فم هذا الصغير ويرضع ويشرب الحليب وهم يسبحون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك؟ هذا في عمق المحيط، في أعماق البحار. يقدر الله له رزقه، صغير ما يعرف يصطاد ولا يعرف يلتقم ولا يعرف يأكل ولا يعرف، يجي له لين حده، ويتقن الله له هذه الوضعية ويسهل وييسر له هذا الحليب بميزات لا تخاف على رزق مع الله، لا تخاف على رزقك، والله ابذل الأسباب، والله يأتيك من الكريم الكرم.